عمرك وقفت في نص محادثه بالالماني وحسيت انك بتعمل نفس الاخطاء كل مره؟ ولا يهمك، النهارده ان شاء الله هشارك معاك اهم واكتر 7 اخطاء للاسف معظم اي حد بيتعلم الماني بيقع فيهم للاسف كل مره يعني. وبرضه اقول لك ازاي انك تعدلهم وتصلحهم ان شاء الله عشان تتقدم في اللغه وفي التحدث بشكل اسرع واسرع. فخليك معايا لحد الاخر. Hallo meine Lieben, wie geht's euch? Ich hoffe alles gut gerade bei euch läuft. Und zwar ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد ماهر. اما بقى لو انت اول مره تشوفني، انا اسمي احمد ماهر، بقدم محتوى لغه المانيه خاص مثلا باي حاجه في اللغه الالمانيه، خاص بالكول سنتر، عشان ان شاء الله في محتوى مهم جدا لاي حد بيتعلم الماني. يلا بقى نخش بقى على طول في اول خطا اكتر ناس بتقع فيه للاسف من السبعه الاخطاء، وهو الترجمه الحرفيه. يا جماعه للاسف دي لغه غير اللغه العربيه، فدايما مثلا لما تيجي تتكلم ولا حاجه بالالماني حاول دايما انك يعني ما تفكرش كتير او ما تترجمش حرفي من اللغه دي للغه دي. طب ليه؟ ناخد مثلا عليها مثال وبعدين نشرح ليه. عندك مثلا اول حاجه، وهي لما مثلا تحب تقول انك عندك مثلا 25 سنه، فانت مثلا لو ترجمت من العربي للالماني هتقولها كده بالظبط: Ich habe 25 Jahre alt. طبعا ده غلط جدا، ما ينفعش. ليه؟ عشان طبعا هنا هاب ده طبعا انت كده عملتها ترجمه حرفيه بالظبط من العربي للالماني. فالصح بقى انك تخليها، بص يعني ايه بالالماني بالظبط، مثلا ايه: Ich bin 25 Jahre alt. تمام. طب ده بيجي ازاي؟ طبعا ده بيجي مع الوقت، حاجه اسمها السبراخجيفول. السبراخجيفول او الاحساس باللغه، طبعا ده كده حاجه بتيجي مع الوقت. يعني مثلا كل ما تتكلم الماني اكتر، كل ما تسمع الماني اكتر، كل ما تتكلم مثلا مع متشبخه الالمان اكتر، فدايما هيجي عندك حاجه اسمها السبراخجيفول او الاحساس باللغه. طبعا هو شرحه كده بكل بساطه انك مثلا الكلمات بتطلع عندك بشكل تلقائي ومش بتفكر فيها كتير، فطبعا بالتالي بتتكلم زي المتحدث الاصلي بالظبط من غير ما تفكر كتير قوي في الجمل، وبرده من غير ما تترجم ترجمه حرفيه. طب طبعا ده بيجي ازاي؟ طبعا ده بيجي مع الوقت. تمام. ومن كتر ممارسه اللغه، من كتر مثلا انك تسمع الماني كتير من متحدثين اصليين للغه، دايما حاول انك ما تترجمش ترجمه حرفيه. وطبعا حاول انك تمارس كتير عشان ان شاء الله تطور عندك حاجه اللي اسمها السبراخجيفول او الاحساس باللغه. تاني خطا معانا النهارده وهو نسيان الفعل في الجمله. طبعا زي ما احنا عارفين ان دايما الفعل بيجي في الالماني في رقم 2 او الموقع 2 في الجمله عامه يعني. فدلوقتي مثلا لو انت نسيت مكان الفعل في الجمله ولا حاجه فهتلخبط لخبطه كبيره جدا. طب ازاي؟ عندك مثلا اول حاجه هو الفعل. لو انت مثلا قلت ich heute in die Schule، طبعا ده خطا كبير. طب ليه؟ عشان طبعا انت دلوقتي الفعل ما جاش رقم 2 في الجمله. طبعا ده الماني، فهو طبعا مختلف عن اي لغه ثانيه، فلازم الفعل يجي رقم 2 في الجمله. فالصح انك تقول كده بالظبط: Ich gehe morgen او ich gehe heute in die Schule. Ich gehe heute in die Schule. تمام. فدايما عشان تكون عارف ان الفعل بيجي رقم 2 في الجمله الالمانيه. ممكن تقول مثلا بقى العكس، حتى ممكن مثلا تقول ايه برضه كده بالظبط: Heute gehe ich in die Schule. Heute gehe ich in die Schule. او طبعا العكس، ممكن مثلا برضه تبدل الجمل الثانيه. بس اهم حاجه طول ما انت بتبدل لازم الفعل يكون رقم 2 في الجمله. ثالث خطا طبعا النهارده وهو الارتيكل، او انك مثلا تلخبط بين دي وداس ودي. ده موضوع كبير ورخم وصعب للاسف جدا طبعا، ومعظم الناس بتلخبط فيه في الارتيكل، حتى برضه عامه الالمان بتلخبطوا فيه عشان تكونوا عارفين يعني يا جماعه. فطبعا عشان انك تحل الحوار بتاع الدي والداس والدي او الارتيكل ده عامه، دايما حاول انت مثلا بتحفظ اي كلمه جديده ولا حاجه، حاول انك تحفظها بجانب الارتيكل يكون جنبها او يكون معاها عشان ما تلخبطش، او عشان مثلا انك ما تنساهاش. فده مثلا اي كلمه جديده عشان تحفظها ولا حاجه، فحاول دايما انك تحط الدي او الداس او الارتيكل بتاعتها جنب الكلمه دي، عشان طبعا لو انت بتتكلم يعني ما تلخبطش في الدنيا. عشان برضه يا جماعه الارتكل حرفيا مهمه جدا في الالماني بالذات، عشان انت مثلا لو لخبطت في ارتكل ولا حاجه لازم طبعا هتلخبط في الجمله كلها. فده طبعا حاول انك يعني تركز وتحفظ جدا كل جمله او كل كلمه مع الارتكل الخاصه بتاعتها. الرابع خطا النهارده وهو نسيان التصريف مع الفعل. يعني مثلا لو قلت دو جين ناخ هاوزه، طبعا ده غلط جدا. الصح انك تقول دو جيست ناخ هاوزه. طبعا ده اللي انا قصدي عليه بالظبط، هو انك مثلا بتخلط بين تصريف الفعل او مثلا تصريف الضمير مثلا مع الفعل ولا حاجه. تمام. فطبعا ده برضو خطا يا جماعه كبير جدا، وللاسف اي حد مثلا بيتعلم الماني جديد بيقع في الخطا ده على طول. تمام. فطبعا عشان انا الخص الحوار ده كله عليك هسيب لك كده جدول عندك اهوت في الشاشه. تمام. وبرضو ان شاء الله كده هتلاقيه في الارتيكل او شرحها ان شاء الله مثلا بالظبط، هتلاقيه مثلا موجود في المدونه بتاعتي في وصف الفيديو، ان شاء الله هتنفعك جدا باذن الله. عامه بقى انت مثلا طبعا بتاخد
ايش دايما بتيجي مثلا ايش جيه، دو جيست، ihr sie ist geht. تمام. وعندك برضو زي جين، وزي التانية جمع جين. فدايما يا جماعه كل طبعا ضمير من دول بيكون ليه تصريف فعل معين. فطبعا عندك اهوت الجدول، حاول انك تحفظه وتركز فيه بكل على قد ما تقدر، عشان طبعا كل فعل طبعا بيكون لي او كل ضمير تصريف معين للفعل، فهينفعك جدا ان شاء الله طبعا الجدول ده. وطبعا بالممارسه كل حاجه هتتظبط معاك باذن الله. طبعا الخطا الخامس وهو نطق الحروف حرف الشين ديت بشكل خطا. طبعا في الالماني طبعا غير الانجليزي خالص، احنا طبعا في الالماني عندنا اربع انطق او اربع حاجات بننطق منهم حرف الشين. تمام. عندك الاس بي شب، والاس تي شت، والاس تي ح ش، تي ح ش. طبعا كل حاجه من دول بتكون ليها نطق معين وخاص بيها. تمام. بس للاسف اكتر حاجه مثلا الناس بتقع فيها في الغلط وهو طبعا التي ح والاس تي ح. عندك مثلا كلمه ايش، يعني انا طبعا نطقها بيكون ايش، غلط لما تقول ايش. ايش ده غلط خالص. وعلى فكره فانا يا جماعه بجد لما تيجي مثلا تتكلم عن الالمان ولا حاجه بتفرق معاهم جدا التصيحه زي الايش او الايش. طبعا ده عارفين بتبان انك يعني متعلم كويس او فعلا تعبان وانت بتتعلم الماني، تعبت فعلا بجد عشان انك تتعلم الماني ولا ما تعبتش. فطبعا دي تفاصيل صغيره بس بتفرق جدا وانت بتتكلم الماني، اللي تصيحه والاستيحه. فعملت كلمه ايش بتتقال ايش. ايش غلط لما تقول ايش. تمام. فخش على اللي بعده. اما الخطا رقم 6 وهو الخوف من الخطا. طبعا للاسف ناس كتير جدا وانا كنت واحد منهم يعني بنخاف مثلا نغلط لما نتكلم الماني، عشان مثلا الناس تقول بنغلط في الجمل او مثلا بنغلط في الجرامر ولا حاجه. طبعا ده يا جماعه خطا كبير جدا جدا انك بتغلط او انك بتخاف تغلط وانت بتتكلم، طبعا فبالتالي بتسكت مش تتكلم خالص اساسا. تمام. فبص لك حاجه حلوه، طبعا دي يا جماعه لغه مش لغتك الام، فانت اتكلم. يعني انت مثلا كده دلوقتي افضل من الشخص الالماني. طب ليه؟ طبعا انت مثلا دلوقتي كده معاك الماني ومعاك عربي، فانت مثلا لما بتتكلم الماني طبعا انت كده معاك لغه فوق اللغه بتاعتك، فاصلا مش لغتك الام، فانت اتكلم وغلط عشان تتعلم. يعني اوسفيلا ليرنت يعني من الاخطاء الواحد بيتعلم. فدايما طبعا حاول انك تتكلم حتى لو انت بص اتكلم وغلط. اهم حاجه الطلاقه يا جماعه مش بتيجي غير مع الممارسه. طبعا حاول انك تتكلم كتير عشان تغلط كتير وبرضه وتتعلم من الخطا اللي انت بتتعلمه. طبعا ما تخافش خالص من الخطا، خليك بجح كده واتكلم والله عشان تغلط وتتعلم من الخطا بتاعك. اما الخطا السابع والاخير معانا طبعا النهارده وهو انك بتركز اكتر او التركيز بشكل يعني مبالغ فيه جدا على الجرامر او على القواعد في الالماني. بص يا جماعه طبعا اللغه يعني مش جرامر وبس، طبعا الجرامر مهم جدا ده اكيد مفيش مشكله خالص يعني، بس طبعا اهم حاجه انك تركز على كل جوانب اللغه الثانيه. يعني طبعا اللغه دي حياه، حاول انك تركز على كل جانب في اللغه. يعني اللغه بس مش جرامر، انت عندك طبعا اللغه، عندك اسمع بودكاست، عندك يعني اقرا كتير في اللغه، اتكلم كتير، وما تركزش قوي طبعا على الجرامر. طبعا الجرامر مهم جدا معاك حاجه في الكلام ده، بس انك ما تركزش عليه بشكل اكتر مثلا بطريقه انك تنسى كل جوانب اللغه الثانيه. فطبعا حاول تركز على كل جوانب اللغه وبرضه ركز على الجرامر، بس طبعا حاول انك تقسم التركيز على كل جوانب اللغه. اسمع مثلا بودكاست على اليوتيوب، عندك مثلا اس جيرمان او اسم مثلا اي حاجه، اقرا مثلا الماني مثلا كتب ولا اي حاجه، اتعلم او اتكلم اكتر. فيعني ظبط كده الدنيا، مش تركز على القواعد والجرامر بس. وطبعا دي كانت نهايه الفيديو معانا النهارده. احنا كده قلنا كده قلت مع بعض ايه هي اكتر 7 اخطاء الناس بتقع فيها في الالماني. طبعا هم كده على السريع تاني: الترجمه الحرفيه، رقم 2 انك بتنسى موقع الفعل، رقم 3 طبعا وهي الارتكل، رقم 4 وهي النطق اللي هي الحروف الشين، الاستسحة والتسحة والشبها والشتا، ورقم 5 طبعا وكانت انك بتنسى موقع الفعل في الجمله، ورقم 6 هو انك بتركز او الواحد مثلا بيركز بشكل مبالغ فيه جدا على القواعد او الجرامر في اللغه الالمانيه، ورقم 7 والاخيره طبعا وهي اننا بنخاف نغلط واحنا بنتكلم الماني. كده يا ريت طبعا تكون سجلت معايا كل حاجه، وان شاء الله يا جماعه لو ركزت على الحاجات دي بالظبط حرفيا هتطور عندك اللغه بشكل ملحوظ وخرافي جدا. طب ليه؟ طبعا دي اهم اخطاء اصلا اي حد بيتعلم الماني بيقع فيها، انا برضو كنت واحد منهم، والحمد لله طبعا اشتغلت على ده كويس جدا طبعا لحد ما انا طورت الحمد لله عندي اللغه وظبطت الدنيا خالص لحد ما بقيت ان انا اتكلم بثقه عاليه جدا قدام الناس والكلام ده كله. وطبعا برضو انت نفس الكلام عندك بالظبط، اهم حاجه اتكلم وما تخافش خالص، وطبعا ان شاء الله الطلاقه بتيجي مع الوقت ومع الممارسه الكتير. يبقى هتقول ايه هو اكتر خطا بتقع فيه وانت بتتعلم الماني. وطبعا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه جايه جديد ان شاء الله.
ولو اي حد عندك مثلا من صحابك بيتعلم الماني ابعت له طبعا عشان يستفاد. وطبعا يا صاحبي افتكر ان الغلط مش عيب خالص، بالعكس طبعا انت بتتعلم اصلا من الخطا ده. وبرضه كده اختم معاك بكوت الماني طبعا مهم وجامد جدا، وهو Fehler machen ist menschlich und daraus lernen macht dich stark. نخمل بالراحه شويه. Fehler machen ist menschlich und daraus lernen macht dich stark. يا رب تكونوا استفدنا، وبس zum nächsten Mal.